السلام عليكم. عملنا أصناف كتير من الحلويات الشرقية، عملناها بطرق سهلة ومميزة جدا، والحمد لله على قد ما بقدر بشرح الوصفة بكل تفاصيلها حتى لو كانت صغيرة، علشان اما تيجي تعمليها تكوني عارفة كل تكاتها وتطلعيها بنتيجة ناجحة وتبهري الكل بيها. النهاردة هنعمل مع بعض الكنافة بالقشطة أو بالكريمة، معشوقة الجماهير، كلنا بنحبها جدا، ورمضان ما يحلاش إلا بيها. هنمشي مع بعض خطوة بخطوة وهنعرف كل المعلومات عنها اللي تخليها تطلع معاكي ولا أحسن حلواني. هنعرف ازاي تظبط الكريمة بتاعتها وازاي تسويها بالشكل المظبوط اللي تخليها مقرمشة من بره وبتدوب دوبان من جوه. يا ريت لايك واشتراك في القناة، ونسمي ونصلي على الرسول ونبدأ على طول. أول حاجة هنبدأ نجهزها هو الشربات، لأننا بنكون عايزينه تقيل وبارد. هنحتاج كوبايتين من السكر، هنضيف عليهم كوبايتين مية وعصير نص ليمونة. انا هكتفي بكده وخلاص. عايزة تضيفي فانيليا ضيفي، عايزة تضيفي عسل جلوكوز برضو براحتك. هتهدي النار عليه اول ما يبدأ يغلي، واحسبي له 10 دقايق من بداية الغليان. هنسيبه يبرد ونروح نحضر الكنافة. معايا نص كيلو من الكنافة، انا مفرزاها علشان تكون سهلة التقطيع معايا، بس زي ما انتوا عارفين ان مش بحب اقطعها ناعم، بقطعها بحجم عقلة أو عقلتين صباع. ممكن تفرميها في الكبة. هنضيف عليها 3 معالق كبار هرميين من السكر البودر، وفايدة السكر بيدي الكنافة تماسك ولون حلو قوي. حاولي تغلفي الكنافة بالسكر كويس جدا، وتتأكدي ان السكر واصل لكل حتة فيها. وهنجيب الصينية اللي هنعمل فيها الكنافة، وحجم الصينية دي 20 في 30. تقدري تعمليها في الصينية المدورة مقاس 28 أو 30. هننزل في الصينية بحوالي 3 معالق كبار من السمنة، وهندهنها كويس جدا. والخطوة دي مهمة لأن السمنة بتدي الكنافة لون حلو أوي من تحت. وهنوزع حوالي نص الكنافة في الصينية، وهنسويها وهنضغط عليها كويس جدا، ونسويها على قد ما نقدر، وبنعلي الجوانب شوية وبنعمل سور علشان تحجز الكريمة اما نيجي نضيفها. وعلشان نظبطها ونسويها اكتر بنفرد عليها كيس تلاجة، وبنجيب صينية اصغر شوية من حجم الصينية اللي فيها الكنافة، وبنضغط عليها كويس جدا بالشكل ده. بتكون الكنافة متساوية وكمان متماسكة، ودي احسن طريقة تسويها بيها. معايا كوباية وربع من السمنة، انا مستخدمة سمنة بلدي، وزنهم 250 جرام. احنا عارفين ان الكنافة بتحب السمنة، فما تقلقيش من كمية السمنة، المقدار ده مظبوط جدا. هنوزع نص السمنة على الطبقة اللي تحت، والباقي هيكون على الطبقة اللي فوق. على قد ما تقدري خلي السمنة تتوزع في كل حتة علشان تظبط معانا التسوية وكمان الطعم. لتحضير الكريمة هنحتاج 3 كوب من الحليب، وزنهم 600 ملي جرام، وهنضيف عليهم معلقتين كبار من السكر، وزنهم 30 جرام، وأربع معالق كبار من النشا، علشان عايزين الكريمة تكون بقوام تقيل شوية. وهنقلبهم على البارد قبل ما نرفعهم على النار لحد ما النشا تدوب تماما. هناخدها ونرفعها على النار، والنار بتكون هادية، والتقليب فيها مستمر علشان ما تتكتلش مننا أو تعمل طبقة في القاع أو تشيط من تحت. تقدري ما تضيفيش سكر خالص للكريمة، أو تضيفي معلقتين زي ما أنا عملت. ولو حابة تضيفي قشطة تبقى حاجة عظمة قوي. ممكن كمان تضيفي لها معلقتين من الكريم شانتيه الخام. كل الحاجات دي بتعزز معاك الطعم. انا عملتها اقتصادية خالص وكانت في منتهى الروعة، وضفت لها نص معلقة صغيرة فانيليا. هو ده القوام اللي عايزينه، كريمي وتقيل شوية، مش خفيف زي المهلبية العادية. هناخدها كده وهي سخنة، وهننزل بيها على طبقة الكنافة اللي احنا مجهزينها. شايفين قوامها؟ اللهم بارك. هنفردها في الصينية بشكل متساوي، وهنسيبها 5 دقايق لحد ما تتماسك وما تطبعش او تلزق في ايدينا بالشكل ده. في الوقت ده اقدر اوزع الطبقة التانية من الكنافة. واوعي تحط الكنافة على طبقة الكريمة قبل ما تبرد او تتماسك، لانك لو وزعت الكنافة عليها وهي سخنة ومش متماسكة، الكنافة هتخش جواها ويختلطوا مع بعض، ومش هيكون باين لها ملامح، وكمان طبقة الكريمة هتتحرق منك. حاولي بقى تسويها بايديكي بالضغط عليها بس مش قوي، لحد ما تكون بالشكل ده. في الوقت ده خلاص هنوزع باقي السمنة
ووزعي السمنة في كل حتة من الكنافة علشان يكون اللون موحد وكمان مظبوط، لأن الحتة اللي مش هيوصل لها سمنة بتكون ناشفة ومش بتاخد أي لون. في الوقت ده كنت مولعة الفرن على درجة حرارة 200، بحطها على الشبكة في تاني رف من تحت، والفرن مولع من تحت بس لحد ما الجوانب تفصل عن الصينية وتاخد لون ذهبي. بعدها هنولع عليها الشواية علشان تاخد لون من فوق، وكوني ملاحظاها ومتابعاها كويس لأنها بتاخد لون بسرعة فما تتحرقش منك. مدة التسوية من 30 ل 35 دقيقة. وأول ما بنخرجها من الفرن هنوزع شوية صغيرين من الشربات اللي كنا محضرينه على الطبقة اللي على الوش، يعني قبل ما اقلبها، لأن طبقة الكريمة بتكون عاملة عازل شوية بين الطبقتين. وبعد كده هنقلبها على الناحية التانية وهكمل توزيع الشربات عليها. ما شاء الله بتتشرب الشربات بسرعة جدا، وأخدت كمان مقدار الشربات كله، وكان سكرها مظبوط. في الآخر زينتها بشوية من الفستق الكداب ووزعتهم عليها بالشكل الجميل ده. أنا هنا ما قطعتهاش على طول، سبتها لتاني يوم وبعدين قطعتها، لأننا بنحب ناكلها تاني يوم. وهي الحلويات الشرقية عموما بتكون أحلى وأطعم تاني يوم. أنا عامة إما بيكون عندي عزومة أو مناسبة بحضر الحلويات قبلها بيوم، ده بيكون أفضل بكتير. وبعد ما قطعتها تعالوا نشوف الكنافة وطبقاتها اللي تجنن. ما شاء الله لونها مظبوط جدا، والتسوية في منتهى الروعة، والكنافة دايبة، والكريمة طعمها يسحرك من كتر جمالها. ما شاء الله. شايفين كمان طبقاتها متناسقة جدا وكمان متماسكة مع بعضها. ما شاء الله. أحلى كنافة ممكن تعمليها، ورمضان ما يحلاش إلا بيها. كل سنة وانتوا طيبين. عايزاك تجربيها وعمرك ما تفكري تشتريها تاني أبدا. هتعمليها في البيت أوفر وأنضف، والطعم بيكون أحلى كمان من الجاهزة. شايفين الكنافة دايبة ازاي وشاربة الشربات؟ اللهم بارك. مش بس كده، أي حد هيدوقها من إيديكي هيشكرك عليها جدا. وطريقتها سهلة وسريعة، ما بتاخدش وقت وبتكون جاهزة. عايزاك تجربيها وتمشي على نفس الخطوات، وهتكون أروع وأحلى وألذ كنافة بالقشطة ممكن تدوقيها من إيديك القمر. والله الكنافة دايبة دوبان وفيها سنة قرمشة تحفة. صينية كنافة من الآخر ناجحة 100%. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، وعرفت كل شيء عن الوصفة اللي تخليكي تعمليها وانت مغمضة، وبتكون من أنجح الطرق اللي ممكن تعمليها. أتمنى يكون الفيديو نال إعجابكم. ما تنسيش لو عجبك الفيديو تعملي لايك وتشتركي في القناة لو بتشوفيها لأول مرة. أشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي. كل سنة وحضراتكم طيبين. دمتم بخير وصحة وحفظ من الرحمن. شكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.